انتي حياتك ضيقة وكل شوية بتبقي مخنوقة من المصاريف والفلوس مش مكفية. الحياة الرزق ضيق. الحياة وضغوطها تعباكي نفسيا وتعب الولاد وتعب ابو الولاد. ان شاء الله النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم في الفيديو ازاي كل الحاجات دي نتخطاها بحاجات احنا بخطوات بسيطة احنا بنعملها كل يوم وعادات احنا بنمشي عليها كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده باذن الله يكونوا معانا الفيديو 5 عادات هنتبعهم في الفيديو ان شاء الله، وهنقولهم مع بعض. بس تابعوني لاخر الفيديو علشان خاطر تقدروا تستفادوا كل الحاجات اللي احنا بنشتكي منها، وكل الرزق الضيق، وكل الرزق اللي هو يعني على قد العيشه ماشيه على قد، ومسببه لنا ضغوط ومسببه لنا بعض الاختناق او بعض الاحباط. كل ده هيزول بالعادات اللي احنا هنقولها مع بعض في الفيديو ان شاء الله. النهارده هيكون فيديو حلو جدا 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 باذن الله تعالى، بس يا ريت تتابعوني لاخر الفيديو عشان نعرف كل التفاصيل. اهلا وسهلا مرحبا بيكم في فيديو جديد النهارده ان شاء الله. معاكم اختكم. لو لسه اول مره تشوفوني انا ماما عزه. اهلا بيكم، تابعوا الفيديوهات بتاعتي، لسه القناه بتاعتي جديده، ويا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك، اهم حاجه بالله عليكم، عشان اللايك طبعا هيرفع لي الفيديوهات بتاعتي، وده انا بكون جزيله الشكر ليكم جدا، واقدم لكم كل التقدير والاحترام. وطبعا بتنوروني وبتشرفوني بتزيدوني شرف حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم ويديمكم في حياتي نعمه يا رب. يلا بقى بينا نسمي الله ونصلي على رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، 5 عادات هن نستخدمهم في حياتنا كأساسيات أو في أيامنا. كل يوم هنبدأ اليوم بتاعنا هنعمل ال5 عادات دول، ودول اللي هيبسطوا لنا الحياة، ودول اللي هيبعدوا عننا الخنقة، ودول اللي هيوسعوا بإذن الله الرزق، ويجيبوا الرزق إن شاء الله يتدفق علينا إن شاء الله بأموال كثيرة وبتدفق مالي كبير بكل سهولة ويسر إن شاء الله. هنعمل ايه بقى في الايام؟ ازاي يا عزه انت بتكلمي الكلام ده؟ وان شاء الله اول حاجه هقولها لكم، اول عاده هنعملها ونتعود ان احنا نعملها ونعود اولادنا عليها، هي الصدقه. ما نقص مال من صدقه. الله اكبر، الله اعظم، العزه لله والدوم لله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الاذان بيأذن، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم اصلح احوالنا جميعا ويسر لنا الامور يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. حبايب قلبي، طبعا احنا الصدقة من اهم حاجة ان احنا نعملها كل يوم. لو هتطلعي جنيه واحد، ولو هتطلعي جنيه واحد بس، والله العظيم 3، كل واحد على حسب ما يقدر يا جماعة. يعني الجنيه او ال5 جنيه اللي انتوا هتطلعوها دي بإذن الله تعالى ربنا هيضاعفها إلى 700 ضعف، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. تمام. الصدقة دي سبحان الله بتزود، بتنمي المال. لو ما فيش رزق او الرزق ضيق والمعيشه ضيقه على الاسره، ربنا بيرزقكم من حيث لا تحتسبوا، بيسخر لنا ناس، والله العظيم بيسخر ناس لقضاء حوائج الناس. ازاي الكلام ده؟ هو دي سبحانه وتعالى حكمه ربنا في ايه؟ ان احنا بنتصدق. الصدقة الطيبة دي أحلى حاجة، إحنا من العبادات اللي ربنا ورسوله عليه الصلاة والسلام بيحب إن إحنا نعملها، لأن هي بتزود مالنا وبتنميه، وبتبعت الرزق كده من أبواب السماء، ما تعرفش هي جاية منين. سبحان الله يا رب العالمين. فالصدقة دي بتمنع ابتلاءات، بيستجاب بها الدعوات، وكمان بتحصل بها الأرزاق. تمام. غير كده كمان ان الصدقة كمان زي ما بيقولوا النقم، اللقم بتمنع النقم. دي اجدادنا وامهاتنا كانوا بيعملوها زمان. كان كل يوم الاقي والدتي رحمه الله عليه وابويا بيطلع صدقه. يعني انا كنت ببص، كنت طفله صغيره ولين بيطلعوا صدقه او حاجه بسيطه، وتحسبوه عند الله هين وتحسبوه هين وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. تمام. فالصدقه بتمنع النعم. اللقم بتمنع النقم. اللقم بتمنع اللقم. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني لو كنت بلاقي والدتي اي حاجه بتعملها من طعام، بلاقي بتودي لجارتنا فلانه ولجارتنا فلانه، والاقي نفس النظام، الجيران كلهم كانوا بيناولوا بعض.
فدوت بيعملوه ده يومي يعني. جارتنا النهارده عملت كيكه، اللي هي جابت لنا طبق مليان كيك، عمل اي حاجه يا جماعه، اي اكل محشي بلاقيه الطبق رايح وجاي على الجيران. ده بيألف ألفة ومودة ورحمة بين الناس وبين بعضها، وده بيزود الرزق سبحان الله. عشان كده بيقولوا اللقم بتمنع عن نقم، ودي حقيقة سبحانه وتعالى. وما نقص مال من صدقة. يبقى أول حاجة هنتعود عليها هي العادات، هي الصدقة، لأن الصدقة بتجيب لنا أرزاق واسعة وتوسع رزقنا وبتعوض كل اللي احنا صرفناه. ما نقص مال من صدقه، فعلا الصدقه اللي احنا طلعنا خمسه بتجيلنا يعني حسنه بعشر امثالها بتجيلنا 50، وال50 الى 700 ضعف سبحان الله يا ربي. تمام. يبقى اول حاجه هنعملها الصدقه. تاني حاجه هنعملها ايه يا حبايب قلبي؟ هنقول عليه الاستغفار. الاستغفار طول ما انت ماشيه يا حبيبه قلبي تستغفري الاستغفار. فقلت لكم بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت لكم استغفروا انه كان غفارا يرسل عليكم السماء مدرارا باموال وبنين وجنات وانهارا. صدق الله العظيم. فالاستغفار ده فيه سر عجيب. الاستغفار فيه سر عجيب يا جماعه. طول ما انت ماشيه استغفري، طول ما انت قاعده استغفري، وانت بتعملي الاكل استغفري. تمام. المهم تخلي حياتك كلها استغفار. الاستغفار ده بصي، من لازم الاستغفار يعني رأى في حياتي واسع الارزاق وجلب الارزاق وجلب الخير وجلب البركه وتفكيك للعقد وتفكيك للمشاكل وتفكيك لكل حاجه. تمام. يبقى تاني حاجه هنعملها الاستغفار، ودي طبعا مش هنغرم عليها فلوس. تالت حاجه يا حبايب قلبي هي كثره الصلاه على حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام. دايما طول ما احنا ماشيين او قاعدين او في وقت او قاعدين كده ما وراناش حاجه، نصلي، ناخد لنا نعمل لنا ورد كده كل يوم، هو الاستغفار، كثره الصلاه على حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام. في ناس على قد ما تقدري عايزه تسبحي. انا معايا، بصوا انا معايا السبحه دي جايباها 100 فيها 2 عداد. تمام. دي السبحه بتاعتي دي فيها 2 عداد. ده العداد ده 10 والعداد ده 10. يعني احنا بنعد لما نعد نخلص 100 دي 100 تسبيحه. بخلص ال100 بقوم عامله كده، بعرف انا النهارده عملت كام ايه، كم عدد من الاستغفار او كم عدد من الصلاه على حبيبنا النبي. تمام. فبعرف انا النهارده عملت قد ايه. في ناس بتعمل كده وما بتعدش ده، بس انا بعمل كده عشان اتحفز، للتحفيز مش اكتر. تمام. للتحفيز عشان اقدر لو انا عديت النهارده 100 او 200 او 300 او 500 او 1000 اعرف النهارده عملت كام تسبيحه لكثره الصلاه على النبي وكام استغفار وايا كان من التسابيح اللي احنا الاذكار اللي احنا بنقولها. ودي في حد ذاتها سبحان الله، يعني اللي بيصلي على النبي ربنا بيبعث حبيبنا على حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام روحه وبيصلي علينا. ده يعني ايه بيصلي علينا؟ يعني بتتنزل علينا من الله سبحانه وتعالى رحمات. الصلاة ربنا الله ورسوله بيصلي على الإنسان اللي بيصلي على النبي كتير، ربنا بيبعث روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرد عليه الصلاة أو السلام. تمام. معناه إيه؟ إن هو ربنا بينزل علينا رحمات، 10 رحمات. الصلاة الواحدة مجرد ان انت ما بتصليها او بتصلي على حبيبنا النبي سبحان الله فيها العجب، فيها قضاء الحوائج، فيها تفريج للكروب، فيها جلب الارزاق، فيها زيادة الارزاق وبركاتها، فيها بركة، فيها كل شيء. كثرة الصلاة على حبيبنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي كده تالت حاجة. رابع حاجة احنا هنعملها ايه بقى؟ دي في ايدين كل ست بقى. انا هقول لكم انا بعمل ايه. حاجات بسيطة قوي جدا بس بتخلي لي حياتي كلها مليانة بركة ومليانة رزق، وما بحسش ان حتى لو معايا 50 جنيه في اليوم وانا المطلوب مني فطار وغدا وعشاء، اقسم بالله العلي العظيم، ودي حصلت معايا شخصيا ومع كذا اخت ليا، وهبقى اقول لكم امثله حيه على هذه القصص الواقعيه الحياتيه اليوميه بتاعتنا، ان هي فعلا ربنا بيبارك بالحاجات دي. ربنا بيبارك في كل حاجه. لو معاك 20 جنيه هتمشي ومش هتحس ان انت انا كان معايا 20 جنيه كلنا وفطرنا واتغدينا ازاي، ما تعرفيش، ببركه ربنا سبحانه وتعالى. تمام. هقول لكم بقى السر الرابع. شايفين الازازه دي فيها ايه؟ فيها جنيهات اهي. دي كده دي السر بتاعي ده اللي انا جبته لكم عشان خاطر تعرفوا. بصوا يعني انا اقول لكم انا لما بخرج بشتري حاجه بيفيد معايا ايه 2 3 جنيه زي ما انتم شايفين كده اهو كده اوضح. يفيد معايا اي فكه باخدها وباجي بحطها في الزجاجه دي عشان خاطر هو دوت السر اللي بيخليني يبقى معايا قرش وقت العوزه.
تمام. بحطهم كده في الازازه كده، ما بجيش ناحيتهم خالص زي ما انتم شايفين كده اهو، وبقفل عليهم. النهارده حطيت 2 جنيه، بكره 3 جنيه، بعده 10 جنيه، ايا كان بيجي. والله جه عليا اوقات ما كانش معايا فلوس، خدت منهم ورحت جبت منهم اللي انا محتاجاه. فدوت هو السر برضو اللي انا حبيت اقوله لكم، عشان تقدروا تمشوا بيه حياتكم. اللي انتوا بتستهونوا بيه ده يعني تحسبوه هين وهو عند الله عظيم. دوت الجنيهات الفضه دي ما تستهونوش بيها، ماشي. انا وانا بغسل لقيت البنطلون بتاع ولادي بتاع جوزي في فكه وقع كده، وانا بنفضه كده عشان خاطر اشوف ايه اللي في الجيب عشان اغسلهم، الاقي 2 3 جنيه باخدهم وبحطهم في الزجاجه دي. اي حد من زوجي او من ولادي معاكم فكه ولاد مش محتاجينها، ودي يا ماما بيدوني بقوم حطاه. فاوقات الازاز دي كانت مليانه، احتجت منها كذا مره خدت منها، ما يعني بصوا يعني حاجه كده بسيطه احنا بنعملها بنتعود عليها، بس بتعمل لنا معجزات وبتفك كروب. دي اهم حاجه، تمام. يعني دي الازازه دي ممكن تشيل 150 جنيه او 200 جنيه، ممكن تشيل 150 او 200 جنيه على حسب الازازه الصغيره دي. لكن الازازه الكبيره بتشيل 400 و500، لان انا جربت في الازازه الكبيره وفي الازازه الصغيره، تمام. والفيديو اللي فات طبعا انا اوريكم الحصاله اللي انا بحط فيها لما باخد مصروف البيت، بشيل منها الجزء اللي انا بخليه للطوارئ. خلاص، ده بيساعدني على استمرار العيشه بصوره سهله وبسيطه، تمام كده. اللي وصل معايا للنقطه دي يا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا لي في القناه وتكتبوا لي كومنت كده صغير وتقيموني كده وتدوني كام من 10 وتشوفوا كلامي دوت وجربوا الكلام ده، والله هتدعوا لي كتير، ماشي. دي حاجه. الحاجه اللي انا بجيب منها من الفكه دي اللي بيفيد، لو انا محتاجه حاجه بجيبها منها. ممكن وانا خارجه مثلا معايا النهارده 100 جنيه، انا رحت السوقت جبت حاجات ب 80 جنيه او ب 70 جنيه، بيفيد 30 جنيه. بقوم عامله ايه بقى يا حبايب قلبي؟ انا محتاجه بجيب مثلا حاجه زي كده، ده نشا تمام، وده ملح تمام. بقعد اجيب كيس ملح. انا مثلا النهارده جبت بايه، يعني انا خارجه اجيب حاجات ب 100 جنيه تمام، جبت حاجات ب 70 80 جنيه، الباقي اقوم جايبه كيس ملح، جايبه قولوا معايا بسم الله الرحمن الرحيم، بجيب سبونشه دي ب 3 جنيه، السبونشه دي سبونشه مواعين يعني لفه مواعين. بجيب كيس فيجيدار وبخليه، مش بجيب كل الكميات مره واحده. دي خامس حاجه انا بقولها لكم، هي الاقتصاد، وان انا بنتهز الفرصه ان معايا فلوس عشان خاطر ما اروحش بيها عشان ما تصرفش مني، تمام. بجيب كيس زي دوت، بجيب كيس ب20 كركديه تمام، كركديه. بجيب نص كيلو رز، بجيب لوبيا، بجيب ربع كيلو لوبيا وبركنه ماشي، وبجيب نص رز هوريكم، وبجيب ب5 جنيه لو انا عند العطار او عند، انا بجيب الحاجه من عند العطار وعنده الرز والحاجات دي كلها. بجيب نص كيلو مكرونه، بجيب ورق لورا، بجيب انا جايبه، شوفوا جايبه قد ايه ملح بيفيدني. لما في اوقات بيخلص مني الملح، بدل ما اخرج واروح اشتري بلاقي الحاجات دي متوفره عندي بكميات، ده في حد ذاته. بجيب ربع كيلو عدس زي ما انتم شايفين كده اهو، ربع عدس مش غالي، ربع عدس ب 11 جنيه. واللوبيا نفس النظام، بجيب ارباع واكونها عندي نص رز نص رز نص رز، بكونهم. باجي في اوقات انا ممكن اقعد 3 4 ايام ما اصرفش حاجه نهائي. ليه؟ لان انا عندي الحمد لله الحاجه متوفره بحاجات بسيطه انا بعملها وبعادات بسيطه انا بعملها كل يوم، تمام. طول ما انت خارجه بره معاكي 10 جنيه زياده، اشتري بيها حاجه، اشتري بيها كيس ملح، اشتري بيها لتر صابون مواعين ب5 جنيه، واملي بيه جيركل. انا هوريكم الجيركل اللي انا ملياه، هوريهولكم ثواني. بصوا شايفين الجيركل ده مليان ب15 جنيه، اللي احنا لو انت رحتي جبتي بريل العبوه دي اصلا كانت عبوه بريل، لو انت رحتي جبتيه من بره هيقول لك ب 65 او ب 70 جنيه حاجه زي كده. انا مليته ب15 جنيه، هيكفيني اكتر من شهرين، هيكفيني اكتر من شهرين. يبقى انا كده وفرت في البريل، وفرت في الحاجه اللي انا جايباها بحاجه بسيطه جدا جدا انا بشتريها. باجي بقى هنا بقوم عامله ايه، انا النهارده هوريكم حاجات من الدقيق. بجيب كيلو دقيق طبعا وبركنه، بجيب كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر وبركنهم للاحتياط. شايفين انا عامله ايه؟ عامله بسكوتات بكوبايتين دقيق بس، بسكوتات حلوه وفي منتهى الجمال وفي منتهى الروعه بكوبايتين دي بس. وكمان عامله قراقيش تحفه للشاي اهي، بالشمر واليانسون والحاجات الجميله بتاعتنا دي، وتملي بيتك خير.
املي بيتك خير. بسكوت وكمان عامله كحك. بصوا شايفين انا منوعه، شايفين الكحكه هي عامله ازاي؟ والله العظيم دوت الكحك ده عاملاه ب3 كوبايات دقيق. مش لازم تعملي كل دقيق، مش لازم. انت وانت قاعده فاضيه كده معلش يعني بيتك لازم يبقى مليان خير. زي انا طالعه لوالدتي رحمه الله عليها كانت دايما تقول لي البيت اللي فيه دقيق عمره ما يضيق. بصوا انا عامله كميات كبيره من الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده اهو. دي انا بس حبيت اوريه لكم. و يعني بعملهم اطباق كده وبزوقهم بقوم حطاهم في الفريزر. في الفريزر ما بيحصل لهمش اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. وبغلفهم بالاسترتش راب اهو. الاطباق دي بعد جيت احنا عايزين نتعشى وملناش نفس للاكل، بنعمل ايه؟ بناخد شويه كحك او شويه بسكوت بالشوكولاته مع كوبايه شاي بلبن وبناكل وبنحمد ربنا. فطار ممكن نفطر بيه كفطار خفيف كوجبه كده بين الوجبتين كده ملناش نفس للاكل، لا خلاص بنعمل 100 كوبايه شاي بلبن ونشرب بيهم بتشبعنا والحمد لله على كده. وبتقضى وببركه الصلاه على حبيبنا النبي، ببركه الاستغفار وببركه الصدقه هتلاقي كل شيء معاكم ميسر. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. اتمنى يكون الفيديو والخمس عادات بتوعنا النهارده فادوكم، ويا ريت تجربوا وتقولوا لي في الكومنتات، ويا ريت تقيموني. وما تنسوش بالله عليكم تشتركوا لي في القناه وتدوسوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا لي زر الجرس الكل عشان يوصل لكم اشعارات الفيديوهات الجديده وتقدروا تستفادوا. اتمنى ان انا اكون فدتكم يا رب العالمين. ادعوا لي بالتوفيق ومستنيه دعواتكم ليا ومستنيه كومنتاتكم ليا. بحبكم كلكم في الله. ان شاء الله نلتقي مع بعض في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.